لاعب الإسماعيلي السابق والزمالك الحالي عبد الله السعيد. الاسم عبد الله محمود سعيد محمد، مواليد 13 يوليو 1985. هو لاعب كرة قدم مصري يلعب في نادي الزمالك في مركز صناعة اللعب، وقد نجح في تطوير مستواه وتثبيت مكانته في وسط ملعب الأهلي حتى اختير كأفضل لاعب موسم 2016-2017، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة للأهلي منذ انضمامه في صيف 2011 من النادي الإسماعيلي، ليساعد النادي الأهلي في الفوز ببطولة الدوري الممتاز مرتين ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكان من ضمن الأسماء التي شاركت في كأس العالم 2018. وانتقل من النادي الأهلي إلى نادي بيراميدز بتعاقد خرافي لمدة سنتين، ثم انتقل حاليا إلى نادي الزمالك بعقد يصل إلى 30 مليون جنيه في السنة. ورغم كل هذه المبالغ وأنه أصله من الإسماعيلي ومن الإسماعيلية، لم يتبرع بمليم واحد حتى الآن، ولم يظهر في حملة دعم الإسماعيلي. انت فين يا عبد الله السعيد؟ هل هو بخل أم عدم وجود أموال لديك؟